كابتن حسن. كابتن حسن بالتاكيد عايز تعلق على ما قاله الاستاذ ممدوح عباس. عارف يا كابتن احمد ان انا طول عمري ما بخشش في مداخلات عشان اعلق على حد. نعم. خاصه لما يكون حد من نادي الزمالك. نعم. انا طول عمري كده يعني الراجل زي ما بيقولوا ايه. نعم. يعني حتى لو بيهاجموني او ما بيهاجمونيش او بتاع، لكن واضح ان انا حبيت ان انا اخش معاك لان نعم. هو بيحاول يشوه صورتي بشكل فظيع جدا، بالرغم من العلاقه اللي بيني وبينه بقى لها مثلا 37 سنه 40 سنه. واخد بال حضرتك ازاي؟ لكن كل الكلام اللي بيقوله كلام يعني انا يعني مستاء منه جدا وحزين جدا ان رئيس نادي الزمالك يطلع يقول على ابن من ابناء نادي الزمالك الكلام اللي هو بيقوله ده، وده مش اول مره يقول الكلام ده، قبل كده مع لميس الحديدي في حلقتين يا كابتن احمد قال كلام يعني الواحد يضحك عليه. زي ما قال لك دلوقتي يعني اعمل له ايه؟ اعدمه له في ملعب، اجيبه في الملعب اعدمه. قبل كده مع لميس الحديدي قال لك يعني اجيبه واخرطه للوز. كلام غريب وكلام. وبعدين انا النهارده كابتن احمد يعني اللي حصل ده، يعني انا ما بحبش اطلع اتكلم نفس الوقت على نادي الزمالك بالذات. نادي الزمالك ده ناديه وبيتي وما اقدرش اطلع اتكلم عليه حتى لو في اي حاجه. لكن اللي حصل خلال الفتره الزمنيه اللي انا مسكتها دي نعم حاجه يعني مش عارف اقول لك ايه. يعني انا مش عارف اقول لك ايه او اصورها لك ازاي، او اقول لك ممكن العراقيل والحاجات اللي اتحطت كلها قدام حسن شحاته شكلها كان هتيجي تقول لي من ناحيه ايه؟ هقول لك من ناحيه حاجات كثيره. اتفضل يا كابتن. من ناحيه اللاعبين، من ناحيه الناحيه الماديه، الناحيه وطلع مع لميس الحديدي قال لك يعني انا اعمل لهم ايه؟ جهاز بدفع له 400,000 جنيه. لا ما قالش كده الحقيقه، ما جابش سيره الفلوس خالص. لا هو قال انه اللعيبه خدت 65% من مستحقاتها، وقال ان انا حزين يا كابتن احمد دلوقتي. ما هو هم ممكن يقول كل حاجه. اتفضل مثلا عشان اقول لحضرتك عشان تبقى الصوره واضحه تماما يعني. اتفضل يا فندم. هات اللعيبه حضرتك واسال اللعيبه. انا راجل مش هقول لك انا الكلام ده. لكن الفتره اللي انا كنت فيها كنت انا بشتغل زي بالظبط مشرف اجتماعي، طبيب نفسي، اي حاجه ليه مع اللعيبه. بحاول بقدر الامكان ان انا اهديهم. ده نادينا، الظروف كلها بتمر على الانديه كلها مش على نادي الزمالك بس. وده الوضع، واحنا عشان احنا ماشيين في البطوله الافريقيه يعني بيحاولوا كل يوم والتاني ان ممكن يبقى فيه ايرادات جايه، في دخل جاي. هم من خلال الايرادات والدخل اللي جاي بيحاولوا يريحوا اللعيبه باي شكل من الاشكال. ده الكلام اللي كان بيحصل مع اللعيبه عشان اللعيبه تهدى. انت لو جبت اللعيبه او اغلبيه اللعيبه ان لم يكن كل اللعيبه وتسالهم هم ممكن يقولوا لك. لكن انا مش داخل معاك عشان اتكلم على نادي الزمالك ولا على اتفضل. انا داخل اتكلم معاك عشان هو سوري في الكلمه انا مش عاوز اقولها، مش عاوزه تطلع من بق. بلاش تطلع مش عاوزه تطلع من بق. بلاش. لكن انا بستغرب من الكلام اللي بيقولوا معاك، وبستغرب من الكلام اللي قاله مع لميس الحديدي. الشكل اللي هو يتنافى، حتى مش هقول مع مقارنته حسن شحاته بلاعب عادي، قارن حسن شحاته بلاعب، قارن حسن شحاته باي حد، مش هتبقى فيها مشكله. لكن النهارده يبقى كل الكلام ده ان هو يضحي بمدرب الفرقه عشان لعيب. ماشي، انا قلت له الكلام ده. واول مره لما بيقول لك ان احنا اول مره غضب وصالحناه، المره اللي انا قدمت فيها استقالتي وقبلت الاستقاله من رؤوف جاسر وابراهيم يوسف. وانا خلاص كان بقدم استقال. بقدمها ليه؟ عشان اهرب من الموقف اللي انا فيه او الوضع اللي انا فيه. وكان الوضع اللي انا فيه كان وضع جميل جدا وكل حاجه. عارف انت ازاي؟ لكن انا قدمت استقالتي لان في موقف حصل وفي واقعه حصلت قدام العالم كله، الناس اللي كانت بتتفرج كلها. يعني ما تحصلش، ما ينفعش تحصل بين لاعب ومدرب. لدرجه هو لما كان بيكلمني بيقول لي ده مانشيني المدرب الايطالي موقفه مع تيفيز. تيفيز قعد سنه ونص يا كابتن احمد يلف على الانديه كلها، ما فيش نادي عاوز ياخده لان هو تيفيز اخطا في حق مدربه. نعم. واخد بال حضرتك ازاي؟ فانا قلت له انت ليه بتضحي؟ ولا هتضحي بشيكابالا ولا هتضحي بحسن شحاته. انا راجل بقول لك هو عشان ما حاربكوش. انا اذكر ان انتوا بتعشقوا شيكابالا ولد كويس لكن حصل موقف يا كابتن احمد ما ينفعش ان انا يبقى في تعامل بينه وبين شيكابالا بعد كده. نعم. بينه وبين شيكابالا بعد كده. نعم. هو ما عرفش هو كل شويه يطلع التريقه وانا هخرطه للوز. وانا هجيبه واعدمه في الملعب وانا ده كلام مش بتاع رئيس نادي يقول الكلام ده. خاصه لما تبقى في علاقه بيني وبينه بقى لها 40 سنه ولا 37 سنه من سنه 75. ما يصحش. انا طالع عشان اقول بس ما يصحش عشان هي توصله ان هو ما يصحش من غير ما افتح مواضيع يا كابتن احمد ومن غير ما احكي لك ومن غير. انا خد بال حضرتك يعني اليوم ما رحت له مكتبه وكان ابراهيم يوسف موجود وحازم امام موجود، قلت له الكلام اللي كان في نفسي كله قاله له. وبناء عليها خلاص قلت له متشكر جدا. انا بتاريخ 25
7 انا خلاص يا جماعه مش موجود معاكم، انتوا مصممين انه على وضع معين وانت حابب ان يبقى في وضع معين شيكابالا، انا بقول لك مش هينفع في تعامل، ما اقدرش اتعامل مع شيكابالا تاني، ما ينفعش اتعامل مع شيكابالا تاني. طب هو اللي بيأكده هو كابتن حسن بيقول ان انا واخدين قرار بإعارة شيكابالا، وبيقول ان انا كان نفسي الكابتن حسن يستمر، لكن طريقه المشيان اغضبتنا جدا لانه الفريق كان في وقت صعب جدا. كابتن احمد طريقه المشيان يا حبيبي وانت عارف كده، انا بقول لحضرتك اللي هو قاله بس بوضحه. طريقه المشيان بتاعتي كان قدامه وقدام الكابتن ابراهيم يوسف والكابتن حازم. انت راجل مصمم على كده، وانا ما قلتلكش لا، وشيكابالا لعيب كويس قوي، نجم من النجوم، لعيب كويس واخلاقه كويسه وكل حاجه، لكن هو حصل موقف، انت مصمم على شيكابالا يا سيدي، انا متشكر جدا، انا السلام عليكم. فراح جايب لي برضه حكايه منشيني ومش منشيني ومعايا، قلت له خلاص انا كده خلاص، يعني دي نهايتي، طالما انت مصمم على كده يبقى دي نهايتي. انا يا جماعه من تاريخ النهارده كده اهو، وقدام ابراهيم يوسف وحازم امام، وهو تاريخ 25/7 انا مش موجود معاكم، وانا قاعد قبلها 3 شهور ما بقبضش، يعني وما جبتش سيره القبض وما جبتش سيره حاجه، كان كل همي اللعيبه، انا كان كل همي اللعيبه، نعم، ان انا اريح اللعيبه، لان اللعيبه كل ما ترتاح نفسيا، مش هقول لك ماديا، بتدي في الملعب، يعني ما اقولكش بتاكل النجيله لما بتنزل الملعب. فكان كل هم اللعيبه، نعم، مش هم ان انا ممكن انا ايه شيكابالا ايه، انا ما اعرفش ايه، خلاص احنا كلنا بطلنا يا كابتن احمد. على فكره ما فيش 2 اختلفوا على موقفك في موضوع شيكابالا، فيش 2 في مصر اختلفوا على هذا الموقف. وانا خلاص بس نعم. انا مش واخد الموقف ده ان الناس كلها معايا، يعني الناس كلها لا كل الناس، يعني ده موقف واضح وموقف تربوي ما حدش يقدر يتكلم فيه. نعم، ولادي يقولي وانا بصلي التراويح في رمضان عشان يقولوا لي ايه اللي بتعمله ده هو كان اسلام كريم كمان ما جاليش، ده كان اسلام ابني، وكان جاي لي عشان يقول لي يا بابا بقى خلاص لازم تسيب نادي الزمالك، ما ينفعش انت تستمر في نادي الزمالك، لان هم الناس اللي بتعمل لك العراقيل دي كلها، ما ينفعش تستمر في نادي الزمالك، الناس دي عاوزه توقعك اساسا. مش ولاد الاثنين راحوا لي التراويح عشان ايه اللي انا بعمله في نادي الزمالك، انا الحمد لله ما عملتش حاجه في نادي الزمالك. انا حبيت احط مبدا واسس ومبادئ يعني في خلال الفتره دي في نادي الزمالك، هم مش موافقين على الكلام ده، خلاص متشكرين جدا، السلام عليكم. ايه هو ده فيها عيبه كابتن احمد؟ لا ده بمنتهى وانت على علمك يا كابتن احمد، انا عارف كل التفاصيل طبعا. نعم، يعني اقول لحضرتك اللسان اللعاب، يعني لسانك لعابك انت، يعني كده زي ما اقول لك ايه، المؤاخذه في الكلمه، يريل على المبالغ اللي ممكن تدفع، وقلت لا، انا لا عاوز اعمل حاجه، انا جيت نادي الزمالك ووافقت نادي الزمالك عشان عاوز اعمل حاجه لنادي الزمالك كابن من ابناء نادي الزمالك، لا اكثر ولا اقل. نعم، انا ما كنتش رايح نادي الزمالك عشان اخد فلوس اكتر او فلوس اقل، لان انا جالي عروض ممكن في اي وقت اسيب نادي الزمالك عشان العروض دي، لان بقول لحضرتك يعني مستقبلك كله مضمون في اي عرض من العروض اللي جات لك دي. نعم، لكن كان لا، انا لازم جيت نادي الزمالك ولازم اقبل بالوضع في نادي الزمالك بالظروف اللي احنا بنمر فيها واللي بتمر فيها البلد، انا عاوز اعمل حاجه لنادي الزمالك. نعم، ما حصلت الواقعه دي، هم مصممين على الواقع ومصممين ان اللاعب يبقى موجود كذا، لكن انا مش عاوز يجيبوا شيكابالا عشان يخرطوا للوزد في الملعب زي ما بيقول مع لميس الحديد، ومع حضرتك دلوقتي بيقول لك والله طب نعمل لك ايه، نجيبه ونعدمه. ده كلام يا كابتن احمد، ما فيش رئيس نادي يقول الكلام الخايب ده كلام خايب، ده كلام سوري في الكلمه، كلام خايب. في حد بيتريق كده على لعيب عنده ولا على مدير فني عنده؟ تريق على حسن شحاته، ارضيك ازاي اجيبه لك واخرطه للوزد؟ ده كلام يا كابتن احمد، ده كلام في رئيس نادي يطلع يقول الكلام ده؟ طب خليني اخرجك من المود ده، وعايز اسالك. لا انا مش انا هسالك بس سؤال واحد، وطلبتك انت بالذات، بالرغم ان انتوا طلبتوني من شويه بس انا كنت نزلت. نعم، انا بطلبك عشان انا يعني وصل لي الكلام وبعدين فتحت القناه، يعني انا ما كنتش موجود، فتحت القناه وسمعت. طيب خليني اسالك، وقبل كده برضه سمعتم على ميس الحديد بيتكلم، عيب الكلام ده، الرئيس نادي يطلع من رئيس نادي، عيب. خليني اسال حسن شحاته المدرب، الخطوه القادمه اخبارها ايه؟ كل خير ان شاء الله يا كابتن احمد. هل يعني هنسمع عن حاجه كويسه قريب؟ جدا ان شاء الله. موضوع الصفاقسي التونسي اخباره ايه؟ كابتن احمد والله انت عارف ان وانت عارف ان انا ما بحبش اتكلم في حاجه، معلش لازم الناس تطمن عليك، الناس عايزه تعرف اخبارك يا كابتن حسن. لما يوم ما امضي يا كابتن احمد هتلاقيني بكلمك وطالع معاك واقول لك كابتن احمد انا ان شاء الله خلال الفتره دي هبقى موجود مع فلان الفلاني او الناس. لكن في عروض وانت بتفكر فيها بجديه؟ ده وضع طبيعي ان شاء الله، وضع طبيعي، بس فرصه الفتره دي كويس كده مع رمضان وبتاع الواحد يعني يريح فيها. كابتن حسن شحاته اشكرك شكرا جزيلا. الحقيقه